تخرج من غير حجاب في الجزائر؟ فكرة الحجاب ما فيهاش كلام معنا نحن في الجزائر. الحجاب ما هوش حيعرق لك حتى على حاجة، وما كانش كيف السطرة هي صراحة. به بلدك الجزائر روحي ما نحكيش في الجزائر لأنه مجتمع يحب الحجاب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام. راهو برشا في التلفزة وإلا في الفيسبوك ناس تحكي تقول إنه الشعب الجزائري شعب فيه برشا متحجبات، الشعب الجزائري تقريبا كله متحجبات. حبينا طبعا اليوم نحكيو على الفكرة ذي، علاش الحجاب مرتبط برشا بالشعب الجزائري وفتيات الجزائر بالتحديد. وسعيدة جدا في بودكاست تأمل تكون ضيفتي من الجزائر وجاتنا البرنامج بودكاست تأمل باش نحكيو معها على حجابها وعلى مسيرتها في الحجاب وعلى تصميمها كمصممة أزياء لعدة أزياء للمحجبات. سعيدة جدا باستقبال أمينة سرايعية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. وبيك وفاء، يعيشك، شكرا على الاستضافة. مرحبا بيك، يعيشك، إن شاء الله رمضانكم مبروك. عايشك علينا وعليك. إذا شنو جديدك أمينة؟ ما عنديش برشا من اللي جيت من الجزائر. عملت عرض أزياء محجبات ما شاء الله بمناسبة 8 مارس عيد المرأة، وممتو حيدخل علينا شهر رمضان الفضيل. قلت نعمل عرض أزياء محجبات والحمد لله كان ناجح يعني في الجزائر. الحمد لله. وشنو سر اختيارك العرض أزياء المحجبات فقط؟ والله يعني هي صراحة إيمانا مني باش ندعموا يعني المحجبات، وممتو كان يعني أول مرة عرض أزياء يكون محجبات يعني في ولايتي. إذن الشعب الجزائري بالنسبة لي الحجاب حاجة مقدسة. أمينة، كيفاش غادي في مجتمعكم الجزائري يراو الحجاب؟ هل هو بالنسبة لهم فرض؟ أن تريدي طفلة تخرج من غير حجاب في الجزائر؟ والله الحجاب عنا نحن في الجزائر هو أكيد فرض من عند ربي سبحانه، وفرض من عند العائلات. يعني في العائلات الجزائرية الأغلبية يفرضوا على بناتهم، يعني جست وين تكبر شوية ويعني توصل سن الرشد سيبون تتحجب. الأغلبية يعني تلقي بالكش وحدة في المياه إنها تكون مش متحجبة، يعني حاجة قليل يعني كي تخرجي في الشوارع تاعنا قليل وين تعرضك واحدة مش متحجبة. وشو السر من هذا أمينة برأيك؟ هل يعني الشعب الجزائري جد متدين، ولا بالنسبة لي فكرة الحجاب ما فيهاش كلام؟ فوالا، فكرة الحجاب ما فيهاش كلام معنا نحن في الجزائر. أنا ديجا في قلبي هو الحجاب وحابة وناويته، أما كانت لازمك شوية اقتناع. هي كل مرة نقول ما، وكنت يعني مازلت صغيرة كل مرة نقول ذوك نتحجب تسمى أنا يعني الحجاب ما جانيش يعني فرض من عند با وإلا تسمى با متفتح شوية. كانت يعني ماما هي اللي مأثر عليا ياسر، ومع اقتنعت أنا بشوية، ومع حلمت حلمة نضت الصباح قلت شنو هي الحلمة؟ لازمك تحكيها لنا دي اللي هي بديت بها أبارامون مسيرتك مع الحجاب. منهم نهار من نهارات حلمت الحلمة هذيك يعني في الليل. الصباح نضت ديريكتومون قلت ما نزيدش نهار. خرجت شريت لبسة الحجاب وكلش وتحجبت. من وقتها بالنسبة للحلمة هي كانت حلمت اني انا قاعدة نصلي، بصح اللباس اللي قاعدة نصلي بيه ماهوش تاع صلاة، يعني كانت مكشوف. اي كانت هذيك للمرفق، كانت هكا يعني ماهوش تاع اللباس ماهوش تاع صلاة. يعني انا نصلي وكلش بصح ما كنتش متحجبة. يعني حسيت وهذيك خزرت مع روحي فك الحلم هذيك، قلت لا هذه ماهيش صلاة. وانا يعني وما كانش كيف السطرة هي صراحة. من وقتها نضت ديريكتومون بعد الحلمة هذيك قررت اني وكأنها رسالة يعني من عند ربي باش يقنعك بها انه حسيت هكيكا. والله حسيت يعني قلت هذه ماهيش صلاة انا لابسة كيما هك. رحت نضت الصباح خرجت شريت لبسة الحجاب وتحجبت. إذا من وقتها أمينة مقتنعة اقتناع تام بالحجاب؟ الحمد لله الحمد لله. إذا هكا عرضتك هكا شوية صعوبات بالنسبة لي كمحجبة ولا؟ طبعا ما نحكيش في الجزائر لأنه مجتمع يحب الحجاب، نحكي في تونس هون.
شوية. مثلا مثلا ساعات حتى في الجزائر يعني تجيني خدمة تاع يعني كما أنا تعرفي ناشطة على المواقع التواصل الاجتماعي، تجيني خدمة هكا يتردوا معناتها كي أنا متحجبة مش راح نعطي سورتو البيبليسيتي مش راح نعطيه، نحسها منهم هكا، ما أنا مانيش راح نستغنى يعني عليه بالضبط. وما يهمك وما يهمنيش. باهي واضح أمينة. إذن في فقرتنا الثانية كلمة مقابل كلمة. إذن أمينة باش نعطيك مجموعة من الكلمات وأنت باش تجاوبني في مقابلهم بكلمة من عندك. شو تعني لك مثلا الكلمة اللي أنا باش نعطيها لك تو؟ إذن أول كلمة الحجاب بالنسبة لي. الحجاب بالنسبة لي مبدأ وفرض. به علاقتك مع رب؟ نحب نتدين أكثر ونحب نلتزم أكثر، نحب نطورها أكثر. به المجتمع بالنسبة لك؟ ما نباليش بيه صراحة. به بلدك الجزائر؟ روحي تونس؟ بلادي الثانية تونس. شكرا لك أمينة. حاولنا هكا نقربوا معاك، حاولنا أنه تكون هكا بودكاست نحكيو معاك على حجابك، على الجزائر وعلاقتها بالحجاب. في الختام رسالة منك طبعا اللي يتفرجوا فيك سواء التوانسة ولا الجزائرية، تحديدا المتحجبات وإلا اللي ناوية باش تتحجب. رسالتي يعني المتحجبات واللي مش متحجبات ومنهم أنا، يعني ماذا بينا نطوروا يعني من أرواحنا أكثر في الحجاب في لبستنا، يعني ما كاش كيف السترة يعني أحسن حاجة. وبالنسبة اللي مش متحجبات نشجعكم يعني إنكم تتحجبوا، لأنه الحجاب ما هوش حيعرق لك حتى على حاجة ومش باش يعطلك لك حتى على حاجة، باش تكملي تعيشي حياتك أليز ومامتو مستورة. إذا شكرا لك أمينة على قبولك الدعوة، وشكرا لك على الرسالة اللي قلتها لكل فتاة متحجبة ومش متحجبة. تحية خاصة ليك، وكما العادة تونس بلدك الثاني ترحب بيك وبكل الجزائريين اللي بحذنا. وما تروح طبعا للجزائر كين بحاجة هكا صغرونا إن شاء الله يا ربي تعجبك من إهداء شركة زمردة. عايشك وفاء. إن شاء الله تعجبك يا ربي. شكرا لك. شكرا عايشك. أنا في الختام نحب نقول الحمد لله على نعمة الحجاب، الحمد لله على نعمة الوالدين اللي لقيناهم هما اللي عطاونا الشحنة باش نتحجبوا. الحمد لله على كل شيء في الحياة، الحمد لله على ما أخذ، الحمد لله على ما عطاه، الحمد لله على ما بقى، الحمد لله على منع، الحمد لله حمدا كثيرا يليق بجلال وجهه وبعظيم سلطانه.